ومعانا مخرج عرض الدرك الأسفل الأستاذ وليد الهندي. عايزينك تكلمنا أكتر عن فكرة عرض النهارده. هو فكرة العرض تتلخص في الكلمة اللي قالها ماكسيم جوركي مؤلف العرض، اللي هي تخص الإنسان. ما أروع الإنسان، ما أشد ما في رنين هذه الكلمة، فالإنسان موضع احترام وليس موضع شفقة، فالشفقة مهينة. اخترت ازاي شخصيات عرض النهارده؟ لا يعني هو في كده حاجة بتقول الدور بينادي صاحبه، وخصوصا يعني تجربة الإخراج عموما في الجامعة ليها معايير تانية في القياس يعني، وغالبا بتبقى صعبة شوية في الكليات العملية زي كلية التربية، لأن محاضرات وسكاشن امتحانات عملي حاجات، فكل دوت بيخلي الواحد بيجيب الممثل بالعافية، يعني زي اللي بيدور على إبرة في كوم قش.
تتحسن صحتك. أتعلمون؟ يبقى صحيح حملة قمت فيها بدور مساعد لحفاظ الصخور. ومتى تبدأ في دور الكناس؟ كن في حالك. أوفيليا! فتظل ذنوبي كلها رادية في الأفق. بهذا الأداء ولن تقوم إلا بدور مساعد سكريبت حفار القلوب. جاهز. أتعلم عندما كنت صبيا كنت أضرب كثيرا وقد كنت رجلا متعلما. هل سمعت هذا يا كليش؟ سمعت هذا 100 مرة. لا التعليم لا شيء، المهم لا. المهم هو الموهبة. أتعلم كنت أعرف ممثلا لم يكن يستطيع أن يحفظ الله إلا بقراءة الأرقام بعد الله، ولكنه عندما كان يمثل كان المسرح يضج ويسقط من انفعال كمان. أعطني 5 كوبك. من انفعال كمان. أعطني 5 كوبك. لكن الموهبة هي التي تخلق الممثل، ولكن الموهبة معناها أن تؤمن بنفسك بمقدرة. أعطني 5 كوبك وأنا أؤمن بأنك عبقري. بطل، تمساح، شبح، ضابط سلطة. ليش؟ أعطني 5 كوبك. إذا من الجحيم أبدالك كثيرون. لا داعي للسؤال يا أبوك. كأنني لا أعلم أنك لا تمتلك مفتاحا واحدا. لا أستطيع أن أتنفس. الجو خانق جدا. ماذا تنتظرين أن أفعل؟ راسي تدور. لماذا يضرب الناس بعضهم على الرأس؟ لا، ليس على الرأس فقط، وإنما على سائر أجزاء الجسم. هل تشعرين بتعب؟ الجو خانق جدا. سآخذك إلى الغرفة الإدارة. هيا. يا حلاوة، مذاقكما جميل جدا، خروف ونعجة. وقد جاء صاحب الجريمة. هذا وقت برادة. ماذا تقول؟ هذا وقت برادة. ليه؟ أنتهت زوجتي إلى هنا؟ لم أرى. ليش؟ أنت تشغل مساحة كبيرة بخير في الشام. سرير ومكان بجانبه لتجلس فيه. هذا يساوي 500 على الأقل. سأزيد رجال نصف روبل. زره حمل أستطيع أن أموت. ماذا أشرب؟ وماذا سأستفيد من هذا؟ لا عيش وليكن الله في عون، ولكني سأزيد رجال علي. ألا تأتي إلى هنا إلا لتسمم حياتي؟ أعددت لها مكانا في الطرقة بعد أن غطيتها بهدى. هذا عمل طيب سيضاف إلى حسابك. ما هذه مبادئ حسابي؟ ماذا؟ في الآخرة فهناك كل شيء بحساب، كل عمل وخلص. لعلك تكافئني على ارتباطي هنا والآن. يصنع علي الطيور. إنه يمزح. الطيبة التي تبقيها نحو رجل عجوز مثلي لا يجوز أن تطلب عليها مكافأة. أنت عروس فقير. هذا براد هذا ولا يحبني. لا يمكن أن يحبك سوى الشيطان. أنا لماذا تقول لي هكذا؟ أنا الذي يحبكم جميعا، إخوتي الفقراء والسيد حسن. نبقى هنا. ابحث عنه. باب يا باب، يا باب، أنا كوسينيوس صاحب الزريبة، صاحب المنزل. ماذا تريد؟ افتح حالك. سيخرج بطل فيراه. ماذا قلت؟ أنت تكلمني؟ ماذا قلت؟ لا شيء، كنت أكلم نفسي. باب. لماذا تأتي إلى هنا وتضايقني؟ هل معك النقود؟ أي نقود؟ سأبعت روبيات باقي ثمن الساعة. الساعة؟ نقود؟ كوسينيوس ماذا؟ إنها بضاعة مسروقة. أنا لا أتعامل في البضاعة المسروقة. اذهب واحضر النقود. حاضر. رجل الفضل. ماذا كان يفعل هنا؟ ألا تستطيع أن تخمن؟ كان يبحث عن زوجتي. لماذا لا تنتهي منه يا بطل؟ وأفسد حياتي من أجل خنزير مثلي؟ طريقا حقا
باسيليسا وتتبع منك إجابة. هذا الشيطان العجوز أخذ يقظني. كنت أحلم حلما رائعا. كنت أحلم أنني كنت أصيد السمك وأنني صدت سمكة ضخمة. لم تكن هذه سمكة بل كانت باسيليسا. اذهبوا كلكم إلى جهنم وخذوها معكم. طب أعطني 5 كوب. 5 كوب؟ هب أعطني 20 كوب. الأفضل أن نسرع بإقلام النقود قبل أن يطلبها روبيا. خذ. اللصوص أحسن ناس في الدنيا. يأتيهم المال بسهولة وهم لا يشتغلون. كثير من الناس يأتيهم المال بسهولة، ولكن قليل من الناس من يعطونه بسهولة. هيا يا سلطان سلطان نابلس. هيا يا سلطان سلطان نابلس. فلنقل. هيا يا بوك نصر سأسكر طينك. كيف حال زوجتك؟ بالله عليك لماذا لا تكف عن استخدام هذا المبخر؟ كيف أدعم نفسي؟ غيرك يدبرون أمرهم. من؟ هؤلاء هنا؟ أتسمي هؤلاء ناسا؟ وكالة في الأرض؟ أنا رجل صناعي أعمل منذ طفولتي. أنا أشعر بالعار بمجرد النظر إليك. أنت لست أفضل من أي واحد منا، فلا داعي لمثل هذا الكلام. لست أفضل، لا شرف لك ولا ضمير. هو من ذا الذي يريده؟ الشرف والضمير. لا تستطيع أن تلبس الشرف والضمير في قدميك بدلا من الحذاء. هؤلاء الذين لديهم السلطان والنفوذ هم وحدهم من يحتاجون إلى الشرف والضمير. نعم أنت كف على الغناء. ألا
هكذا وأقول للخادم: يا خادم، أحضر لي كأسا من البيرة. ولكن هل كنت حسن بارونا أيها الرجل الكريم؟ فأنا رأيت الكونت ورأيت الأمير، لكني لم أرى أبدا بارونا، خاصة وإذا كان هذا البارون جربان. بارون، إنك تجعلني أحمر من الخجل. أنا مصرك تتعقل يا بابا. لا هذه الحياة التي تحملونها من أغرب ما يكون. نحن نصبر على الأراضي وننام على الأبناء، هكذا نعيش. كنا نعيش أحسن من ذلك في يوم من الأيام. أذكر عندما كنت أصحى في الصباح وأقول للخادمة: يا الخادمة، احضري لي فنجانا من القهوة. فين؟ لما يكن مظهرنا أننا نتظاهر أو نخدع، ولدنا بشر، جنس عنيد هؤلاء البشر. من أنت يا أبا العجوز؟ ومن أين جئت؟ من بلاد الله. بلاد الله؟ أتعرفين من؟ ضروري. ماذا؟ تعال نفتح. حسنا سيد. هل كان حقا بارونا؟ من يدري؟ ولكن من المؤكد أنه ينتمي إلى طبقة السادة، وحتى الآن نراه على حين فجأة يفعل شيئا يثبت أنه ينتمي إلى هذه الطبقة. يبدو أنه لم ينسى هذه العادات معه. يا سكان، ماذا تريد؟ أنا لا أريد منكم شيئا. أنا رجل واعي، هل تظنون أن فيكم شخص أحسن مني؟ كلا وألف كلا وثلاثمائة كلا فوق الكلا. شكرا لكم. هل تستطيعون أن تحسبوا عدد الكلا؟ إنكم لا لأنكم بنات. فلماذا أكون في نظركم أسوأ من الباطل؟ لماذا لا تعطوني فرصة لكي أمثل حتى والمشهد الوحيد من فصل حياتي الأخير؟ هل تستكثرون علينا أن نمثل، أن نغني، أو حتى نعمل صوتنا في داخل الكواليس؟ لا. أقول أحبة لكم أيها الممثلون الكبار المتغطرسون، دعونا نمثل في صمت. مية. هذا وقت المفاجآت الكبرى. إنه الشخص الذي تنتظرونه من زمان، المطرب الذي هز العالم بحجارته العنقودية، إنه المغني الذي صابر فعاد وهاجر فاستفاد وقضى على جميع الأوقات. إنه المدرك، المغني، المثقف، المستفيد، صديقي أيوشكا.
الحب اكشن. وقد بدأنا في الحب. الدجاج الذي كنا نسرقه، بيض الدجاج الذي كنا نسلقه، أتذكر حينما ضربونا على صديقي تذكرت. ولكني لا أتذكره. صديقي الفن والغناء أهم ونروجنا العظيم سأذكرك بنفس المشهد. أشرف عفار القبور أكشن. الدجاجة التي كنا نسرقه، بيض الدجاجة التي كنا نسلقه، أتذكر الشارع الخلفي المسلم عند صديقي؟ صديقي. ولكن ماذا عن هذه الغيبة الطويلة يا رجل؟ ألا تعرف؟ لقد سافرت من العديد والعديد من بلدان العالم المجاورة. والعظيم وماذا فعلت هناك؟ اعلم يا صديقي أن للسفر 75 فائدة. 75 فائدة؟ حسنا، ابدأ بالفائدة الأولى. الفائدة 75 أن تعلم أنه من الأفضل لك أن تجلس في منزلك. برافو! ولكني لم أفهم الفائدة الثالثة والأربعون. اعلم يا صديقي أن الدنيا ما هي إلا مسرح كبير، ومن حاول أن يجود يموت! لا يتقيد. عزيزي في بلدك لا يحترمون الإنسان. وبحثا عن مكان تقدر فيه الفن والفنون. عزيزي في بلدك لا يحترمون فنا ولا فنون. فهذا ما يميز. وبحثا عن مكان يحبون فيه الجوز. عزيزي في بلدك هذا هو الشيء الوحيد الذي يميزنا. كوسة كوسة يا كوسة يا كوسة يا كوسة يا كوسة يا كوسة يا كوسة. ماذا أردت
هذا المكان وشافت مجموعة حريم ينفذوا هذا المكان
الاشياء النكته. كل هذا لانني قتلت ذلك الرجل. قتلته في ساعه غضب وسخط. كل هذا بسبب قبض الله. وكنت امثل على مسرح كما كنت اجعل الناس تضحك الي. من هذه الناحية لا تقلق، أنا أضحك كلما أراه. أما أنا فلا أماني لدي، وطريقي مرسوم منتظما، وقد قضى أبي معظم حياته بالسرقة، ومنذ يومها يناديني الناس ببابل اللص. ولكن يا بني، هل هذا السبب يجعلك لصا؟ ماذا تفعلين عندما تصبحي وتمسي على مناداتك ببابل اللص ابن اللص؟ لقد تعودت، فلم يناديني أحد باسم آخر في ساحة ابن اللص. في ساحة ابن اللص. المسرح الذي كان يفوق ويسقط من صوت الجماهير. وفيا يا يسرى الكورية لا تحتضن ذنوبي كلها بديع. يلا القبور يهتفون لي ويصفقون ويهتفون ويصفقون. هل تدركون مبلغ الآلة من أن يكون الرجل؟ حتى الكلاب لا بس. هذا لا شيء. كل ما عليك أن تفعله هو أن تعالج نفسك. إنهم يشكون الناس الآن من الكفاية. ألا تسمع بذلك؟ يشكونهم دون مقابل. فتفتحوا مركزا من العلاج حيث يعلمونه مكانا. أين هذا المكان؟ في مدينة لا أصبح. المهم سيطر على نفسك وتجاهل، وعندئذ ستذهب العلاج وتبدأ الحياة من جديد. ولن يكون هذا رائعا؟ فقط صمم مرمي مرة واحدة إلى رجع. جديد؟
معه. يا رب تكبر روح خادمتك المطيعة أنا. أنت يا سارة، هل انتهيت من ابنها؟ نعم. وماذا تفعلين منها؟ أستطيع أن أرحل إذا أردت. خير لك أن ترحلي أيتها العبد. لسانك طويل. ومن يدري إنك لست لسه. أريد أن أتكلم معك. لا رغبة لي في الكلام. لماذا؟ قد سئمت كل شيء. كل شيء. وهل سئمتني أنا أيضا؟ جميلة جدا يا سيس، لكنك لن تنالي قلبي أبدا. ليس بيني وبينك ما نتحدث عنه. لا شيء بالمرة. دعك عني. عظيم جدا. أنت هل أحببت امرأة أخرى؟ وما شأنك في هذا؟ إذا كنت أحببت امرأة أخرى فلن أطلب منك المساعدة في الحصول عليها. سارة، لعلك استطعتني أن أساعدك في الحصول عليها. الحصول على من؟ تعرف من؟ وكلمات أن تقبلني. إني معتدل عن الحديث الصريح. أنت تعرف ذلك جيد؟ أنا لا أنكر أنك أهمتني. قلت أنك تحبني على حين فجأة. ليس على حين فجأة. هذا شعوري منذ زمن بعيد. أنت لا قلب لك يا امرأة. لابد أن يكون للمرأة قلب. حقا سأتقبل هذا. هكذا سيكون موقف. إذا سنفترض. لا، استصبر. قد كنت آمل أن تساعدني على ترك هذا الشيء عن كده. الفراغ مزدوج. ماذا تقصدين؟ من يساعد كل منا الأخر. كيف؟ أختي نتاشا. نتاشا. نعم، نتاشا أختي صاحبة هذا الطول التي تعتاد على المجيء إلى هنا من حين إلى آخر. أنا أعلم أنك قررت أن تتزوجي. أصبحت قائدة على ذلك. 300 مرة. وبهذا تتم الخطوبة ولن يكون بيني وبينك سوى الحب والاحترام والطاعة. وماذا من وراء هذا؟ فقط أن تساعدني على التخلص من زوجي. أنت ذكية جدا يا باسيليسا. زوجك في القبر وعشيقك في السجن وأنت لا ولماذا ترضعين. تكون في السجن؟ إذا لن تفعل ذلك. وحتى لو فعلتها أنا، من الذي سيعلم؟ سيكون معك ذلك. إذا نتزوج من أختي لا شك. أما أنا فأكون حرة. حرة إلى الأبد. أنت حقا ماكرة. مسألة واضحة كالشمس يا بابا.
أنا أفتقدها كثيرا. وأنا أيضا. أتذكرون ماذا كنا نغني ليلة عيد الميلاد؟ We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. أنا صار وأنا لن أذهب إلى أي مكان إلا مع مرض. وأنا جاهز للرحيل. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a قدمت لكم كلية التربية تمثيل فريق تمثيل كلية التربية أيمن صلاح دكتور رضا النجار سعدان موسيقي معتز الشرقي مخرج منفذ معتز الشرقي أساتذة الأسفل إخراج وليد الهندي اتعرف بيكي؟ خلود محمد. خلود، عايزينك تكلمينا عن عرض النهارده. احنا كاست تربيه بيعمل عرض اسمه الدرك الاسفل، هو عرض ماكسيم جوركي. بيتكلم، هو عرض حاله يعني، بيتكلم عن فئه فقيره في روسيا، بس يعني بنعرض بقى عيشتهم ازاي، يعني هم عايشين في بدروم في حاله اشبه باماكن موجوده حاليا دلوقتي عندنا. كلمينا عن دورك في العرض. عامله دور فاسيليسا، هي دور مرات صاحب المكان ده. هي امراه متسلطه وقويه جدا وشريره،
يعني بتحاول ان هي بتعشق يعني ليها علاقه بواحد موجود في البدروم ده، فبتحاول ان هي تتخلص من جوزها عن طريقه. فمدى بقى جبروتها وصل ان هي توزه عشان يعني يقتل جوزها وكده، وهي تعتبر رمز للشر في المكان ده كله، يعني شيء مفسد ليهم. ايه الصعوبات اللي واجهتك في تأدية دور النهارده؟ يعني هي مش صعوبات قويه قوي، بس كنت محتاجه اكتر يعني ان انا اقرا الدور ويعني اشوفه كويس قوي من جوه ومن بره، وايه اللي خلاها تعمل كده وهي ليه وصلت لكده. فجوانب الشخصيه دي بتتعبك ان انت تقعدي تركزي فيها اكتر، فده بيتطلب منك ان انت تقري الدور مره واثنين وثلاثه وتدوري على اشكال مختلفه هتقدميه بيها، بحيث ان مش دور الشر هو الدور اللي كل مره تطلعي بيه، يعني فاهماني؟ مش كل ممثل بيطلع نفس الدور، لا لازم تبقي تتنوعي. فهو التنوع اللي كان تعبني شويه. دي اول مره تشاركي فيها في عروض مسرحيه؟ لا انا بقالي كتير بشتغل مسرح جامعه ومسرح بره الجامعه يعني. محمد يسري، كليه تربيه جامعه عين شمس. محمد، عايزك تكلمنا عن عرض النهارده. هو عرض النهارده يمكن حصل بعض الحاجات اللي احنا كنا مش مرتبينها في العرض النهارده، بس الحمد لله يعني معانا الممثلين كويسين، عارف ان هم يتعاملوا مع الحاجات وعارف ان هم يتعاملوا مع الغلطات اللي حصلت على المسرح. بس الحمد لله يعني الى حد ما حاسين ان احنا طلعنا بحاجه ان شاء الله باذن الله تعجب الناس تكون كويسه. ممكن تكلمنا عن دورك في العرض؟ هو انا دوري طالع حد صاحب الممثل اللي هو محمود جراتسي، فاللي هو كان عامل مشاكل مع فاسيليس اصلا، فهي كانت طرداه وهو بيشهر لها ان هي وحشه وكده. فهي اول ما دخلت وريته معاهم في قلب المجموعه بتاعتهم، فان هي اتنرفزت جدا وقامت جايه بقى ان هي عايزه تضربه كده عشان خاطر يطلعه بره لانه بيضايقها. في صعوبات واجهتك في تأدية الاغاني النهارده؟ النهارده كنت المفروض اصلا الاغنيه لكاميليا جبران، طبعا احنا عارفين الصوت ده صعب جدا، لا هعلي صوتي قوي وصوتي يطلع وحش، لا اما اوطي صوتي عشان خاطر اعرف اجيب الطبقه. فعليت صوتي قوي في حتت، ففي حاجات طبعا فلتت مني ما كانتش قد كده. دعاء جبريل. دعاء، عايزك تكلمينا اكتر عن عرض النهارده. العرض النهارده اسمه الدرك الاسفل، عباره عن مجموعه من الناس عايشين في مكان حضيض كده، مش لاقي اللي بيسكر، وانا كنت عامله دور واحده عيانه، عارفه ان هي يعني كانت هي عيانه وجوزها كان ضاربها طنجه خالص، وكان هي عارفه ان هي تموت، فمستنيه ان هي تخلص من القرف اللي هي فيه وكده، وعارفه ان قدرها خلاص ان هي هتموت بس.